هاي، عاملين ايه؟ لو انتوا اول مرة تسمعونا فاحنا جاك بودكاست. البودكاست ده معمول عشان الشباب، وعشان نبقى بنتكلم وبنحكي اكتر عن ايه الحاجات اللي بتوقفنا في علاقتنا مع ربنا. النهاردة بقى معانا حد مختلف تماما. معانا نينا. مبدئيا كده نينا جاية من بعيد جدا فشكرا يا نينا انك جيتي. هي دكتور نينا بتشتغل في الجامعة. هيا نينا، ازيك؟ ايه هاي يا الاخبار؟ سيمو، كله حلو. كله حلو. الطريق كان سهل؟ لا الحمد لله النهارده انت جاية الدنيا من رايقه. سفر؟ ايوه. اه. طب بصي بقى نينا، يعني احنا هنجيبها لك كده على بلاطة يلا انا جاهزه. من غير رغي كتير يعني. بس هو فعلا في حد بيتغير او في حاجة اسمها تغيير؟ هو اصلا في حد ما بيتغيرش؟ او في حاجه في الدنيا دي كلها مش بتتغير؟ لا، مش قصدي التغيير بالمعنى ده، بس قصدي يعني اتغير مثلا ان انا ابطل حاجة او ابقى امم ماشي في طريق او في طريق معين واقرر ان انا همشي في طريق تاني مثلا. امم ايوه، اللي هو زي اللي فيه داء عمره ما اه، بيبطله مثلا. واللي اتربى على حاجه بيطلع بيها طول الوقت وكل وديل ده. الكلب عمره ما يتعادل، يعني انت عارفة الباقي عامة. ايوه ايوه مظبوط. بصي عشان ابقى صريحه معاكي، الموضوع بتاع التغيير ده حاجه شويه بتيجي في ذهني بان هي زي ما اقول كده ان هي سنه الحياه، عارفه ده مم. اللي هو احنا من اول ما بنشوف اي حاجه في الدنيا بنلاقيها بتتغير يعني. وممكن تبقى بتتغير، مش دايما بتتغير للأحسن، للأسف أوقات بتتغير للأوحش، بس صح. فكرة الثبات دي فكرة مش موجودة. من أول مثلا الطفل اللي بيتولد، انت لو شفتي طفل لسه مولود وشفتيه بعدها بشهر هتلاقيه واحد تاني خالص، انت ممكن اصلا ما تعرفيهوش. لحد الحاجات اللي في الطبيعة، لحد حتى النباتات، الاشجار، كل شيء، فكل حاجة بتتغير وكأنه الحياة كلها ماشية في اتجاه معين للتغيير. لكن التغيير ده مش دايما للأسف بيكون للحلو. يعني ممكن يبقى في حد كويس قوي مثلا وحد قريب منك وفجأة يتغير لحاجة مش حلوة، والعكس صحيح. ممكن حد يبقى جاي من حاجة، من باك جراوند صعبة قوي، عنده ظروف صعبة قوي، وفجأة برضو الحاجات دي تبتدي تتغير او هو كشخص يبتدي يتغير. فالتغيير هو حاجة حقيقية موجودة في حياتنا كلها، من اول ما بنتولد لحد ما بنموت. التغيير ده حاجة كأنها ماشية معانا طول الوقت. هو دايما السؤال، هل انا ممكن ابطل حاجة واتغير للأحسن؟ لانه بما انه كده كده الناس كلها بتتغير، فللأسف انا ممكن ابقى حاسة ان انا كأني ثابتة، كأني في حالة ثبات كده، وفجأة ادرك ان انا لا، انا مش ثابتة، انا عمالة بتغير للأوحش. مم. فطبعا ايوه في حاجة اسمها تغيير. طب يعني زي ما انت كنت بتقولي ان انا طول الوقت هبقى بتغير سواء للأحسن او للأوحش، بس طول الوقت في تغيير، مفيش حاجة اسمها ثبات. بس مظبوط. ليه مرات كتير مع ربنا كل مرة بحاول اتغير انا بفشل، وده بيعمل لي احباط، واوقات اصلا من كتر ما بجرب انا ببطل احاول يعني. امم فاهمة قصدي؟ صح جدا، صح قوي. انا عاجبني قوي السؤال ده بصراحة، لان السؤال ده هو يعني كور حياتنا تقريبا مع ربنا. تخيلي معايا يا سيمو، لو انا وانت كده بنتمشى في الشارع هنا عندكم ولقينا عمارة يعني متدمرة، اوكي، كأن مثلا جزء فيها باظ، اتحرق، اتهدم، whatever. وانا وانتي بقى ماشيين كده في الشارع وعمالين نبص على العمارة ايه اقول لك ايه، ياه، ده الشباك اللي في الدور التالت الأوكرة بتاعته واقعة. فاهمة؟ هو ده بالظبط اللي احنا كتير بنعمله في حياتنا يعني. بنبقى حياتنا كلها كده فيها حاجة مش مظبوطة، وبعدين نبص كده ونقول ايه ده، انا ازاي الأوكرة دي وقع مني بالطريقة دي؟ فلو عايزة ابتدي الإجابة بتاعت السؤال ده علشان أكون صريحة، هو فعلا كل الناس بتحاول تتغير و... وكل الناس بتحاول تبقى أحسن لو حد عايز يعني. كل الناس بتحاول تبقى أحسن، بس للأسف الفشل بيجي من إني ببدأ غلط. الفشل بيجي من إني ببص على الأوكرة اللي في الدور الثالث بتاعة الشباك إن هي بايظة والعمارة أصلا مهدومة. مم. عشان كده الكتاب المقدس بيبتدي معانا من ورا خالص، بيبتدي معانا من الصفر. بيقول لي إيه الكتاب المقدس؟ بيقول لنا بصي يا حبيبي، أنت ميت من غير وجود الله في حياتك، انت منفصل عن الله. الخطية الحقيقية هي انك تكون منفصل عن الله. فانا منفصل عن الله،
علشان كأني أنا العمارة المهدومة، علشان أرجع تاني أتبني. أنا محتاجة أخد في حياتي قرار إني أقبل عمل المسيح علشاني على الصليب. هنا كأني بدأت إيه؟ أدي المفتاح لحد شاطر هيبني العمارة من أول وجديد. أوكي؟ تخيلي بقى معايا لو أنا جبت حد مقاول شاطر قوي 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 وقلت له بص العمارة دي يعني بايظة خالص، زبطها. تفتكري هيبتدي من الأوكرة؟ لا اكيد هيبتدي من الاساس بقى يعني. هيبتدي بقى ايه؟ من الاساس. هو ده بالظبط اللي ربنا بيعمله معانا. ربنا بيعمل ايه؟ ربنا الاول بيبدأ من جوه، من العمق، من جوه قلبي. ايه المشكلة اللي جوه قلبي؟ بيبتدي ربنا يشتغل عليها. علشان كده كتير قوي احنا بنحبط. يعني بقول طب ما انا اهو مشيت مع ربنا، طب ما انا بدأت، انا كنت حقيقية فعلا، انا بجد عايزة اتغير، انا بجد خلاص بطلت الكلام ده وعايزة ابطل الحاجات دي بس مش عارفة. فعايزة أقول إنه ربنا بيبتدي من جوه لبره. ربنا بيبدأ من القلب من جوه ويبتدي يشتغل يشتغل يشتغل. كل ده أنا من بره لسه، أنا من بره باينة قدام الناس إن أنا زي ما انا لسه عادي. عمارة مهدومة وأنا زي ما أنا، بس الحقيقة إن أنا مش زي ما أنا، لأنه في حد بدأ يبني أساسات من تحت. يعني نقدر نقول انه البداية ان انا ادرك اصلا انه في مشكلة في العمارة او في قلبي اللي محتاج يتغير، وانه كأني بدي ربنا ان هو اللي يتعامل وهو اللي يشتغل. بالظبط كده، كأني بدي ربنا المفتاح وبقول له بص أنا معرفتش أعملها لوحدي، أنا خطية دمرتني، أنا البعد عنك دمرني. اتفضل ادي المفتاح، أنا بروجكت أهو بتاعك، ابتدي اشتغل عليه. واللي ربنا بيبتدي بيه هو ان هو بيحط بلان. ربنا عنده بلان اوريدي لحياتي. هيبتدي من اول الصفر، من اول ما انا مهدومة، يمكن يزبط في حاجات ويهد حاجات ويحط اساسات جديدة ويطلع بالعمارة بطريقة مظبوطة، وبعدين في الاخر يدهنها ويجملها ويخليها متزينة ويكمل العمل بتاعه للاخر. فمش الصح ان انا اقول انا هبتدي من الاوكرة، لكن انا لازم ابتدي من الاساس، ولازم ابقى حاطة في دماغي ان الاساس ده هياخد وقت، لانه في شغل كتير قوي 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 محتاج يتعمل في جوايا الاول علشان ينفع يطلع بره. طب يعني عمليا انا بقى محتاجة اتغير في ايه؟ يعني ايه بالظبط اللي محتاج تغيير في حياتي؟ كل حاجة. صح. انا عايز انسان جديد. انا عايزة انسف حمامي القديم وابدأ على نظافة. لا هقولك حاجة، لما احنا بنكرر، لو مسكنا المثل بتاع العمارة المهدومة، تخيلي ان احنا لما بنكون العمارة المهدومة دي المتسابة اللي محدش اخد باله منها وربنا ما اشتغلش فيها في حياته من اول ما اتولد مثلا، تخيلي معايا كأن احنا لما بنقرر ان احنا ندي المفتاح لله، كأن انا كل اللي حصل فيا هو ان بس قلبي نور. يعني عارفة الآية بتاعت كان ميتا فعش وكان ضالا فوجد. اوكي؟ فكأن قلبي ده كان مضلم، كان ميت وعاش، رجع النبض فيه. اوكي؟ لكن ذهني لسه مضلم، طريقة تفكيري لسه مضلمة، الخطية والعادات بتاعتي سايبة باترنز في جسمي. بدليل ان احنا مش بنفكر مثلا قبل ما بنتصرف بالطريقة الفلانية. لما انا حد مثلا بيقول لي مثلا كلمة ضايقتني، فانا فجأة بدون مقدمات اتعصبت ورديت برد معين وعملت كذا، ده باترن للخطية محفور في جسمي. فاهمة؟ كأنه ردود أفعال محفوظة لأن أنا اتعودت عليها طول حياتي. فهتغير في إيه؟ أنا بتغير في كل حاجة، والتغيير بيبتدي من الذهن. حتى الكتاب المقدس في رومية 12، ممكن أقرأ الآية دي لأن هي جميلة قوي، بتقول لنا إيه؟ ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. ليه بقى؟ لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. يعني البايبل بيأمرنا كأنه ده فعل أمر، إنه تغيروا عن شكلكم. ما ينفعش أكون أنا زي كل الناس اللي في العالم، لكن الكتاب المقدس الله بيأمرني إني أتغير عن شكلي، وبيقول لي أتغير إزاي. بيديني كأنه بيديني إنديكيشن كده، بصي أنت عايزة تغيري، ابتدي ان انتي جددي ذهنك، ابتدي بدماغك، لان افكارك هي اللي بتطلع
في الآخر كل حاجة عنك في الحياة، أفكارك هي اللي بتمشيكي، هي اللي بتخليكي تاخدي قرارات وبتخليكي حتى تحسي. فأفكارك دي أهم حاجة، وكأنه ذهني الضلمة ده لازم ينور بكلمة الله. وبعدين لما هيحصل كده في حاجة جميلة قوي هتحصل في حياتي، إن أنا أختبر إيه هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. الله ليه إرادة في حياتي، الله عنده بلان، لكن أنا مش قادرة أشوفها لأن أنا ذهني مضلم ولأن أنا جسمي فيه باترنز للخطية. طب يعني قولي لنا كده عمليا نقدر نعملها ازاي؟ يعني خلاص اوكي، انا قررت ان انا هبدأ رحلة التغيير دي، و... واني همشي المشوار ده مع ربنا، وهفتح قلبي وهو ينوره، وهبدأ رحلة تجديد الذهن، او ان انا ذهني يتغير فسلوكي يتغير. بس اعملها ازاي؟ او ايه عمليا المفروض اعمله؟ صح. أنا بالنسبة لي مهمة قوي النقطة العملية دي. أنا هديكي يعني مثل بسيط قوي. أنا مثلا حد شايف إنه شايفة مثلا إن أنا ما استاهلش أتحب، أوكي، وإن أنا قليلة أقل من بقية الناس اللي حواليا، وده عامل لي مشكلة كبيرة قوي في حياتي، لأنه قد كده أنا شايفة نفسي قليلة، قد كده مثلا أنا حد شايف نفسه إنه هو يعني ما يستاهلش، فبالتالي بتصرف تصرفات وبشعر بمشاعر، والأكشنز بتاعتي دايما في المواقف بتبقى مش طبيعية يعني. إن أنا أتغير هو إن ذهني يدخل في الحقيقة، لأن دي كذبة من الشيطان عايز يدمر بيها حياتي، وعايز يدمر بيها تصرفاتي صورتي عن نفسي كمان، وعلاقاتي وصورتي عن نفسي وعلاقتي بربنا وكل حاجة. فإن أنا أتغير هو إن أنا أسيب المساحة لكلمة ربنا، إن الله يعلن لي من خلال كلمته، فذهني ده ينضف زي ما بنقول، ذهني ينضف، وأدرك إنه لأ، وأنا ليا قيمة لأنه الله قرر إنه هو يوجدني، لأن أنا عمل إيد الله، أنا مش هنا صدفة، ده ربنا قصد. ومادام الله قرر إنه هو يجيبني يبقى أكيد في هدف وفي معنى، أكيد أنا مش حد جاي كده يعني بالصدفة أو عشان مثلا بابايا ومامتي قرروا إنهم يجيبوني. فده مثل صغير قوي. هديكي مثلا أمثلة تانية سهلة قوي. ازاي اعرف ايه هو الحب، ايه هو الجنس، ايه هو المال، ايه هو النجاح، ايه هو حاجات كتير قوي، اسئله كتير قوي عندنا. للأسف احنا بناخد اجاباتنا من الاغاني ومن الميديا ومن التلفزيون ومن السوشيال ميديا دلوقتي، من او حتى من اهلي وصحابي مثلا والمجتمع يعني in من general. المجتمع in general. انا بتولد بيقولوا لي ان الحب هو كذا، فببتدي امشي في السكة دي، ببتدي افكر طول الوقت انه لا، الحب هو الغيرة، الحب هو الامتلاك، الحب هو ان انا استمتع بالحد اللي معايا ده بطريقة معينة، وهكذا. فان احنا نعرف ايه هو الحق هو من خلال كلمة ربنا. فبدل ما بقى بفكر طول الوقت في اني مستنية مثلا ولد هيبهرني بالطريقة الفلانية، وبالتالي حياتي كلها ببقى ماشية عمالة بتخبط يمين وشمال، بعرف ايه هو رأي الله في ده، ايه هو رأي الله في الجواز، ايه هو رأي الله في الحب، ايه هو رأي الله في الجنس، وهكذا، علشان بمعنى أصح أنظف دماغي من الأفكار المغلوطة. عارفة لو أنا حطيت في المج الحلو ده حطيت فيه طينة، أوكي، طبيعي انا كل ما هعمل اي حاجه هتطلع طينه، صح؟ ان انا انظف ذهني معناها كده بالظبط، افتح ميه جاريه كتير قوي وافضل احط ميه، اوكي، فايه اللي هيحصل؟ واحده واحده الطينه هتفضل تطلع تطلع تطلع، وبعد شويه وقت وانا فاتحه الميه اللي هيحصل هو ان الكوبايه هتبقى نظيفه، واللي جواها هينضف، واللي براها كمان هينضف. هو ده بالظبط اني اجدد ذهني، ده معناه اني افتح ميه نظيفة اللي هي من عند ربنا، اللي هي بيزد مبدئيا أول حاجة من الكتاب المقدس، أفتح مية نظيفة فتبتدي الطينة تطلع من دماغي، وواحدة واحدة ذهني اللي مليان أفكار غلط ينضف، وبالتالي أنا كمان تصرفاتي ورياكشناتي واللي أنا حتى بحسه جوه قلبي يتغير وينضف. فمن هنا بيبدأ التغيير. عارفة برضو اوقات بنبقى فعلا مقررين ان انا عايزة اتغير، وفعلا بحط نفسي قدام ربنا وبدي مساحة يعني لكلمته تجدد ذهني زي ما كنت بتحكي. بس ده بيخليني برضو اواجه مرات كتير قوي فشل، مش ببقى فاهمة ايه سببها. طبعا
طبعا موافقة من كل قلبي. بتبقى حاجة محبطة جدا يعني، ايوه طبعا. كمية الصفح البيضاء اللي في حياة كل إنسان. ايوه صح. لا موافقة قوي. بصي ممكن اقول كام حاجة يعني كده مش مرتباهم يعني، بس اقولهم كده زي ما هما. حاسة ممكن تبقى اول حاجة بفكر فيها اول ما قلتي الكلمة دي، هي ان انا محتاجة احترم خطوات النمو. يعني علميا مثلا، يعني دي معلومة انا عرفتها كده بالصدفة وصدمتني، ان مثلا شجر المانجا علشان يطرح منجاية واحدة بيقعد 10 سنين يسقوه عارفة، واو. بروسس طويل قوي علشان بس يبتدي اول طرح يبان. فمش كلنا زي بعض، دي اول حاجة. بس اللي اكيد انه كل حد فينا عنده بروسس للنمو محتاج يحترمه. عارفة زي انا مثلا لو مسكت بنتي مثلا صغيرة لسه مولودة قلت لها يلا بقى ما تكبري وتروحي الجامعة، خنقتيني. مش مش هينفع، هيحصل. مش هينفع. انا لازم احترم ان في حاجة اسمها نمو، في حاجة اسمها خطوات للنمو. انا ما فيش حد بيتولد اول ما يتولد بيدخل الجامعة وبعدها خلاص كده هو كبر وتخرج. احنا بنحب نعمل كده مع ربنا علشان غالبا بنشوف مثلا اكزامبل حد بقاله سنين طويلة قوي مع ربنا، فبحس ايه ده، هو انا ليه مش زيها، هو انا ليه مش بفكر بالطريقة دي، هو انا ليه مثلا مش بعمل كده زي الشخص الفلاني. فاوقات كتير بنحاول ان احنا ايوه. ننط الاخر سلمة. يعني انا تحت في الدور الارضي بس عايزة اطلع على الروف طيران، وده طبعا مش بيحصل. يعني ده مش بيحصل ولا في الحياة الحقيقية العملية بتاعتنا كل يوم. يعني أنا مش هتخرج مثلا من الجامعة واحد مثلا فاكر إن هو أول ما هيتخرج هيشتغل مدير، هو ده مش هيحصل. هو هيشتغل شغلانة بسيطة وهيتعب هياخد مجهود لحد ما واحدة واحدة يكبر لحد ما يبقى مدير. لكن ما فيش حد بينط مرة واحدة وبيبقى مدير. فخلينا نقول أول حاجة إن إحنا مش عارفين يمكن إن في خطوات للنمو، وإن النمو ده طويل. عارفة في دايما انت عارفة مثلا في انجلترا عندهم مطر كتير قوي 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 يعني طول السنة. فالقصة دي على موضوع النمو. لما اي شجرة من المفترض ان هي يبقى ليها جذور تحت في الارض كبيرة وعميقة عشان لما تيجي رياح جامدة او عواصف او كده ما تتقصفش. تخيلي معايا ان في انجلترا مثلا بسبب كترة المطرة الشجر لما بتيجي العواصف الجامدة قوي في بعض الغابات الشجر بيقع لان هو ملحقش يبقى عنده روتس لتحت. بنفس الفكرة حتى يسوع لما قال لهم ان في بيت مبني على الصخر وبيت مبني على الرمل، انا لو عايزة ابني على الرمل بسرعة 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 وكروت كده هعمل شكل على الرملة وخلاص بقى. لكن البيت المبني على الصخر متعب اكتر، لكن لما بتيجي الرياح مش بيقع. فدي اول حاجة. الحاجة التانية اللي انا بصراحة بفكر فيها دلوقتي ونفسي اقولها قوي، ان في حاجات بتاخد وقت طويل بالذات لو هي فيها نوع من انواع الدوائر الادمانية، زي مثلا ادمان الاباحيه او ادمان اي حاجه، حتى الاكل على فكره، ادمان الاكل او السجاير او السوشيال ميديا او اي حاجه من الحاجات اللي انا بستخدمها علشان اهرب بيها من حياتي. وبتكون دي بقى اللي بنسميها الباترنز اللي محفورة جوايا غصب عني، أنا بعمل كده طول الوقت غصب عني، أنا ليا طريقة معينة في الحياة. الحاجات دي بتاخد وقت طويل وبتكون فيها نوع من أنواع الدواير، عارفة كأني بلف وارجع ولف وارجع ولف وارجع. فبحس ان دي حاجة من اكتر الحاجات اللي بتحبطنا، لان احنا برضو ما بنبقاش مدركين قد ايه القصة دي محتاجة تاخد وقتها. ويمكن كمان دي برضو نقطة تالتة أحب أقولها، يمكن كمان ما بيبقاش عندنا زي الكوتش، ما بيبقاش عندنا حد يوجهنا.
يقول لنا لا انت كده اتغيرتي في الحتة دي، لا طب تعالي نركز على ده دلوقتي. عارفة الكوتش اللي بيمرن اي بطل من اي حاجة، في الكورة، في الجمباز، في السباحة، بيعمل ايه؟ بيبقى باصص على الشخص ده ومركز على البروجرس بتاعه. فأوقات كتير احنا في الحياة بنبقى محتاجين الشخص ده، الكوتش، المنتور. آخر حاجة عايزة أقولها هي إنه إحنا بنحط توقعات مش طبيعية. عارفة الأغنية المشهورة بتاعت من أول يناير خلاص هبقى إنسان جديد وهبطل مش عارفة إيه السجاير وهروح أشيل حديد، هو ده. طب أنت إزاي؟ يعني هل أنت عندك بلان؟ هل عندك هل أنت مدرك التدرج الطبيعي؟ هل انت عارفة احنا بنقول كده انا خلاص هبطل كل الحاجات الغلط اللي بعملها، انا من بكرة هتغير خالص. ازاي؟ بيحصلش حاجة. مش هيحصل حاجة. وعشان كده احنا بنيجي دايما ليلة راس السنة بنكتب كده لستة من الحاجات اللي احنا ناويين نعملها في السنة الجديدة، ونيجي اخر السنة نحس ما عملتش حاجة خالص، نحبط اكتر، نحبط قوي، لان احنا ما حطيناش توقع طبيعي واقعي. على الأقل ممكن تحطي حاجة واحدة بس كل 3 أو 4 شهور، ده لو عرفتي تعمليها في 3 أو 4 شهور، نعملها على وقت ونديلها وقتها وندي فرصة. فدول ال4 نقط الأساسيين اللي أنا دلوقتي يعني جايين في بالي. طب ازاي او امتى اعرف ان انا اتغيرت؟ مش عارفة هو ده قصدك ايه بالسؤال ده؟ يعني اتغيرت كايه؟ يعني زي ما انت كنت بتقولي انه التغيير بيحصل من جوه لبره، امتى بقى هيبان عليا بره؟ او يعني وهل كمان دي حاجة طول الوقت هتفضل بتحصل، ولا هي يعني هتغير وهبقى تمام كده؟ لا ما احنا يعني بقى اتفقنا في ان التشيك ليست. التغيير هو ايوه. ماشي معانا، مفيش حد بيوقف يتغير، التغيير هو ماشي معانا. عارفة ليه؟ لان الله لما بيشتغل على حياتي هو عايز يغيرني لصورة يسوع، فانا هفضل طول فالتارجت بعيد الوقت شوية. التارجت عالي شوية. فانا هفضل طول الوقت بتغير، واكيد في حاجات هغلط فيها وهقع فيها، مفيش انسان يعني ما بيغلطش حتى وهو بيتغير، يعني حتى بعد ما مشي رحلة تغيير. لكن اللي انا عايزة اقوله انه امتى ابتدي اعرف ان انا اتغيرت؟ انا بالنسبة لي كنينة يعني معرفش. اعتقد اول حاجة هتضرب في ذهني هو اني بدأت محبش اعمل الغلط. بدأت أحس إني مش مرتاحة كده. عارفة لما أوقات كتير مثلا بالذات لما نتكلم مع حد عنده مشكلة مثلا في إدمان الإباحية، فتبقى محبطة قوي أو يبقى محبط قوي، حاسس لا أنا مفيش أمل مني. لكن في الحقيقة التغيير الحقيقي هو إنه بدأ يبقى مش عايز يعمل كده حتى وهو لسه بيعمل. لكن بتبقى في نقطة كده معينة دايما فيها الإنسان حاسس انا مش مرتاح. خلاص enough، انا مش عايزه اعمل كده. انا عايزه ابقى احسن. عارفه الفكره دي؟ انا عايزه ابقى شبه يسوع اكتر. انا مش عايز تاني اتعصب على اهلي بالطريقه دي في البيت حتى وانا لسه بتعصب، لكن بدأ يبقى جوايا في حته كده، عارفه جوه كده ايوه مش موافقة على انا الغلط. خلاص مش موافقه على الغلط، انا خلاص مش عايزه اعمل كده تاني. فحاسه ان دي البدايه اللي تقولي ان انا بجد بدات اتغير حتى لو انا مش شايف او مش شايفه نتيجه. لو مثلا يا نينا انا حاولت اتغير في حاجة وفعلا يعني قطعت شوط كبير قوي في التغيير، وبطلت الوقت طويل اعمل سلوك معين، بس جيت في وقت وقعت، بيبقى احساس محبط جدا قوي ويعني فظيع. ببقى حاسه يعني يا ربي هو انا لسه هبدأ من الاول، يعني كأنه حد رماني من على السلم فانا لسه بقى هطلع تاني الادوار اللي انا طلعتها دي. فبيبقى احساس محبط قوي، واوقات كمان بيشككك انه انا اصلا ممكن اتغير يعني. صح. يعني انا بصراحه هنا عايزه اقول حاجه، ان مش عايزه ننسى دور ابليس اللي الكتاب بيقول عنه ان هو اسد زائر، يعني بيدور على مين اللي هيبتلعه. يعني هو ابليس متغاظ مني وانا بتغير لاني بشبه صورة يسوع اكتر، بدأت يبقى باين عليا زي ما بنقول ثمار الروح، بدأ يبقى عندي فرح، عندي سلام،
بدأت يبقى عندي طول أناة بعد ما أنا كنت شخص غضوب. بدأت يبقى عندي أمانة، وداعة، لطف. فطبعا يعني أكيد إبليس اللي هو يعني هايج ومستني إنه هو ياخد فرصة علشان يبتلعني. اللي أنا عايزة أقوله هنا إن إحنا أنا شخصيا لو بتحط في الموقف ده، وطبعا اتحطيت فيه كتير قبل كده. كلنا يعني اه اكيد. مرة يعني في مرتين عملت ردين فعل مختلفين، وكل واحد فيهم كان ليه صدى مختلف خالص. أول مرة لما كنت يعني مبطلة حاجة بقالي وقت طويل قوي، وبعدين رجعت وقعت فيها تاني مرة واحدة كده out of the blue، من غير أي أسباب، من غير أي مقدمات، وأحبطت قوي لدرجة إني حياتي لمدة سنة بعدها عكت خالص، من كتر ما أنا استسلمت لفكرة إني إيه ده، أنا إزاي أعمل كده. عارفة فيها حتة كده، فيها حتة كبرياء بصراحة، اللي هو ايه ده، انا ازاي اقع، انا ازاي بعد الوقت ده كله اغلط غلطة زي دي يعني غلطة يعني ما ينفعش. ما تجيش مني يعني. يعني ده ما تجيش مني انا يعني. ف بصراحة ده شنكلني كتير قوي 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 قوي، لان طبعا هنا بقى ابليس لعب لعبته. طب انتي بقى بصي، هو ده منظر واحدة بتتكلم عن ربنا، هو ده منظر واحدة عايزة تصلي، هو ده منظر واحدة عايزة تتغير، وهكذا. المرة التانية حصلت معايا نفس الموقف بالظبط، برضو وقت طويل قوي ماشية سكة طويلة في حاجة، وفجأة برضو رجعت عملت حاجة غلط برضو بدون مقدمات. اللي انا عملته هو ان انا حسيت كأني وانا ماشية كده في الشارع اتكعبلت، ورحت قايمة بسرعة ومكملة ومنفضة هدومي وكملت، ولا كأن في اي حاجة حصلت. وقلت لربنا وانا بقوم، انا اسفة، ما كانش المفروض اعمل كده، بس انا عينيا على اني هكمل. انا قمت ومشيت. انت فاهمة قصدي؟ اللي هو ايوه فهميكي. الإحساس بالذنب والخزي اللي الشيطان عايز دايما يرميه علينا هو اللي بيرجعنا للخطية. لكن ربنا زي ما الكتاب المقدس بيقول إن في حزن بتاع العالم اللي هو الشيطان عايزنا نحزنه، اللي هو إيه ده، أنا إزاي أعمل كده. الحزن ده بيخلينا نرجع تاني للغلط. لكن الروح القدس لما بيجي يبكت حد على حاجة غلط هو عملها، مش بيوقفوا عندها. ده بالعكس، عارفة، كأن أنا مثلا لو تخيلي مثلا بنتي وقعت واتبهدلت في الطين، هعمل ايه؟ هفضل اقول لها ايه ده، انتي وقعتي في الطين، انا لا اعمل ايه دلوقتي، انتي ازاي تعملي كده؟ لا ولا حاجة، انا هشيلها بسرعة وهاخدها وهنضفها على طول وهنكمل اللي احنا كنا بنعمله. انا مش هفضل واقفة عند النقطة دي كتير. طب كل اللي انت بتحكي فيه ده لو انا مدرك ان انا عندي مشكلة ومحتاجة اتغير، بس وات اف لو انا اصلا ما عنديش مشكلة، او حاسس انه انا تمام، انا ما عنديش مثلا سلوك ادماني مضايقني عايزة ابطله، او انا ايوه حياتي تمام، انا مش محتاجة يعني انا مش وحش قوي كده يعني. ايوه صح صح. هو بصراحة أنا السؤال ده عجبني قوي، لأنه هو يعني زي ما بيقولوا مربط الفرس، اللي هو يعني هو ده اللي مفتاح. يخليني هو ده المفتاح اللي أنلوك حاجات كتير. بصي أنا عايزة أحكي بس حاجة صغيرة، هو إنه الخلاص الرب يسوع قدمه علشان على الصليب، هو مش بس علشان أبطل الخطية، لكن علشان كمان الخلاص هو اني اقدر اشارك الله طبيعته الحلوة قوي دي، واتغير لصورة يسوع. فلما اروح معاه السما ابقى لايق في المكان. مم. فاهمة الجملة؟ يعني ما بقاش عرة قوي زي ما انا، ابقى لايق في المكان. حبيت التعبير. ابقى ينفع ادخل المكان. عارفة تخيلي لو انتي رايحة مثلا حفلة في مكان مش عارفة ايه، بشورت وتي وانتي شيرت. داخلة بالشورت والتيشيرت ولما شعرك، هتبقي حاسة بايه؟ انا مش بفت هنا. انا مش جزء من الحتة دي، انا مكسوفة، مم. مكسوفة من نفسي. علشان لما نروح نشارك الله السما والحياة الأبدية، عشان ما نبقاش مكسوفين من نفسنا، احنا محتاجين نتغير. والهدف الأساسي بتاع التغيير هو إني أشابه صورة ابنه. عارفة الكتاب بيقول إنه
كما سلك ذاك ينبغي أن نسلك نحن أيضا. يعني زي ما يسوع كان بيسلك احنا كمان لازم نسلك. كل ما نقرب لصورته كل ما بقى لبست فستان وعملت ميك اب وشعري وبقيت بفت في المكان وقادرة ان انا يعني ابقى موجودة في الحتة دي. بس يعني مش هينفع خالص اروح جنب دانيال ويوسف واستير وانا كده دلوقتي. انا محتاجة اشتغل على نفسي كتير قوي. فالشخص اللي مش عايز يتغير او اللي شايف نفسه انه هو خلاص تمام انا زي الفل، اعتقد مش مدرك ان هو رايح السما بشخصيته، رايح السما باللي هو هيعمله هنا. فعلى قد ما هو صغير على قد ما هو كمان فوق هيبقى صغير، لكن على قد ما انا كبير وعلى قد ما انا واسع وعلى قد ما انا شبه يسوع اكتر، على قد ما انا فوق بشارك في المجد ده بالطريقة اللي بتليق بالمجد بتاع الله. عارفة اوقات برضو بنحس انه مش ان احنا مش محتاجين نتغير، بس اوقات بيبقى قرار وكأني بأجله، يعني هعمل ده بس بعدين، يعني كمان شوية لما اكبر شوية. انا لسه صغير. صح قوي، موافقة جدا. انا كمان بعمل كده بصراحة، بحس ايه ده انا عايزة اعمل كذا بس بكرة بعده لما السنة تبقى بقى الجاية بكرة ولا لا. انا بحس يعني ده كلام كبير قوي، لما اكبر شوية ابقى اعمله، يعني بتاع الناس الكبار بقى وكده. صح. يعني لما نقرب نموت يعني ايوه انا لسه في عز شبابي، يعني ليه كبرت الموضوع انا لسه قوي ما كده؟ دخلتش دنيا. صح. هو بصراحة عندك حق. يعني انا بس يعني هبتدي بقى من اول الفيديو خالص، ان انا لو مش بتغير للأحسن فانا بتغير للأوحش. ولو انا مش بتقدم في حياتي، يعني كأني بتقدم مع الله او في حياتي عموما، على فكرة بعمل بروجرس في حياتي، غالبا انا عمالة برجع لورا وانا مش مدرك اصلا. لان اصلا في الحقيقة برضو البايبل بيقول عن ابليس ان هو سارق. فهو طول ما انا واقفه كاني عارفه كاني واقفه لحد كده في حته مقطوعه ومعايا كل حاجاتي. فمره سرق الشنطه وبعدين سرق الذهب وبعدين سرق ساعتي فانا عماله بتسرق وانا مش مدركه، والوقت عمال بيجري مني. بس في بصراحه حاجتين تانيين عايزه يعني احكي فيهم. الحاجه الاولانيه هي انه رحله التغيير ممتعه وصوره يسوع حلوه. يعني مين فينا ما نفسوش يبقى مثلا أقرب حد ليه أو أصحابه أو أهله يبقوا ودعاء ولطفاء ومليانين حكمة ومليانين رحمة ومليانين عدل انتي فاهمة قصدي؟ مين فينا ما نفسوش يعيش مع يسوع؟ ما نفسوش يعيش مع شخصية شبه شخصية يسوع. فتخيلي انه الله بيدعونا اني اكون شبهه واكون بمثله هنا على الارض، وانا اقول لا لما اكبر. يعني خليني بقى دلوقتي كده حد متعب ومضلم ومرهق لكل الناس اللي حواليه وبعمل يعني مشاكل الدنيا، لكن ان شاء الله لما اكبر ويبقى عندي 50-60 سنة ابقى كويس. طب ليه؟ ايوه، بتخيل كمان انه يعني تخيلي لو كل حد قرر كده وحس انه مش دلوقتي، العالم هيبقى قبيح جدا يعني. بالظبط. يعني شوفي قد ايه احنا بنكره انانية الناس اللي حوالينا، بنكره كبريائهم، بنتوجع من خطيتهم. فما بالك لو انتي الحد ده؟ طب انتي مدركة ان انا الحد ده اللي بوجع الناس بخطيتي بانانيتي ده، والناحية التانية ربنا بيدعوني اني اكون شبهه، لكن انا اقول ايه؟ لا مش مهم، مش دلوقتي. هو الحقيقة ان صورة يسوع هي الحاجة الحلوة الممتعة اللي انا من المفترض ان انا لما افكر فيها ابقى نفسي اكون على الشبه ده. لكن تخيلي كمان معايا ان في عامل للوقت. يعني ما هو برضو الكتاب بيقول مفتدين الوقت لان الايام شريرة. يعني احنا برضو بنشيل القصة دي من الموضوع كأنها مش موجودة في المعادلة. صح. اللي هو كأن أنا عارفة أنا هعيش قد إيه وهعمل إيه وهروح فين. طب ليه ما عيش الحاجة الحلوة دي من هنا وكل يوم أتغير أكتر، فلما أبقى الوقت جه علشان أمشي أبقى أوريدي أكتر شبه لصورة المسيح. يعني ده اللي أنا بفكر فيه بصراحة. أوقات كتير بنخاف من فكرة التغيير عشان بنحس إنه اكيد انا هبقى بسيب حاجه بحبها، او يعني اكيد ربنا هيمنعني عن حاجه انا بحبها فعلا وبستمتع بيها، فببقى مش عايزه ابدا الرحله دي عشان ما اتحرمش من الحاجه دي ايا كانت هي
غلط او صح يعني. ايوه صح، فاهمه كويس قوي مم. الفكره. بصراحه انا موافقه يعني موافقه على الفكره دي. آه، يعني حاسه انه عندك حق. في وقت انا هحتاج ان انا اضحي بحاجات. بس في نقطه بس صغيره لما نحطها في المعادله ممكن المعادله تظبط. آم، هي انه الله اصلا هو اللي خلق كل المتعه ليا علشان انبسط. يعني اساسا يعني الله هو اللي خلق لي الحب، والله هو اللي خلق لي العلاقات، هو اللي خلق لي الجنس، هو اللي خلق لي الأكل، هو اللي خلق لي كل حاجة. حتى خلق لي الطبيعة اللي أنا بستمتع بيها لما نبقى مستنيين نسافر. لكن الشيطان بياخد الحاجة الحلوة اللي ربنا خلقها لي للمتعة ويحطها في مكانة أعلى قوي من مكانتها، تتقلب شهوة. والشهوة دي تذلني. فيبقى ربنا خلق لي الحب مثلا والعلاقات وكذا علشان انبسط. اقوم انا اقول ايه، لا لا ده يبقى هو بيضحك عليا، هو مش عايزني انبسط، واخد ده من ايد الشيطان ويبهدلني بيه واتجرح واتوجع وهكذا، وارجع تاني الف في نفس السايكل وكاني يعني بلف في دايره مفرغه. فهو بس يعني لما نحط نقطة ان ربنا اصلا عايزني انبسط جوه المعادلة يمكن ده يختلف. لكن ده مش معناه انه ربنا مش هيقولي على حاجات في حياتي، لا. لان زي ما احنا متفقين patterns للخطية، وكمان ذهن مضلم. ففي حاجات كتير قوي انا ممكن ابقى بشوفها خير لكن هي في الحقيقة حاجة ما تنفعنيش خالص. فاهمة؟ ايوه. لكن انا برضو بفكر فيها بطريقة شوية، يمكن عشان انا يعني عندي بنت صغيرة. بفكر ان انا مثلا مش بقول لبنتي ما تاكليش كانديز كتير علشان انا رخمة، لكن عشان انا بجد خايفة على صحتها. عشان انا كواحدة كبيرة مدركة ده تأثيره ايه على جسمها وعلى صحتها. وانا قاعدة كده من بره وبشوف وهي عايزة تاكل كانديز كتير، انا بقول لها لأ، مش عشان انا يعني واحدة شريرة، شريرة، يس. لكن عشان هو ده بجد مؤذي. فعارفة بولس في حتة بيقول ان انا احسب كل الاشياء نفاية من اجل معرفة المسيح. النفاية دي هي كأنها يعني عارفة شيء ملوش لازمة. يعني احنا بنفضل ماسكين في حاجة ملهاش اي لازمة ونقول ايه يعني ربنا عايز يمنعنا. يمكن اكون مش شايفة قد ايه هي ملهاش لازمة. او اوقات حاجات بتبقى صعبة، يعني مثلا صحابي هما ممكن يبقوا مم. ناس مش يعني مش بيطلعوني لقدام، وهما ليهم تأثير كبير سلبي على حياتي، بس انا فعلا بحبهم، ولو سبتهم انا هبقى لوحدي، فانا مش عايزة ابقى مظبوط. لوحدي. مظبوط صح. حاسه يعني مثلا بالنسبه لمثل الاصحاب وكده، حاسه انه ربنا يعني ما احنا في الحياه وعندنا علاقات كتير مع ناس ممكن تكون مش بتقدمنا لقدام ولا حاجه. بس في وقت ربنا بيبقى عايز يخلق لي كوميونتي افضل علشان ابقى معاه، يعني ابقى بتطور اكتر وابقى احسن معاه. لكن في نفس الوقت ده مش معناه ان انا هرمي صحابي دول وكأني كان عمري ما عرفتهم. ربنا مش عايز مني كده، بالعكس. ربنا عايزنا نكون ملح ونور في كل مكان احنا بنروحه. فلو انا بدأت حاجة حقيقية مع الله، ربنا كمان عايز يستخدمني في حياة اصحابي. لكن يمكن ما يكونوش هم دول الناس اللي انا محتاجة اكون قريبة قوي 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 منهم دلوقتي، لان ممكن أكون محتاجة حد بطريقة تانية يشجعني على الطريق ده. عارفة في حاجة في مثل بالإنجليش بيقول alone you can do it and you cannot do it alone. يعني لو أنا مثلا كل أصحابي ناس بيتريقوا على علاقتي بربنا، ناس شايفين ان انا اصلا اتجننت وبقيت يعني مش تمام، اه. او هما مثلا كلهم حاسين انه ايه العبط اللي انتي بتعمليه ده، يعني دي حاجه اصلا نونسنس، هو ربنا مش موجود مثلا. فممكن ابتدي اخد ستيب باك من الناس دي. مش معناه ان انا هرميهم او ان انا مش هبقى معاهم خالص في الحياه، بس القرب. عارفه فكره مم. الدواير بتاعه العلاقات. alone I can do it but I cannot do it alone. انا محتاجه حد تاني يبقى شبهي ويمشي معايا في السكه دي، يشجعني ان انا امشي في الطريق ده لقدام. فانا موافقاكي ان هي دي حاجه صعبه. بس في نفس الوقت خلينا نحط في الباك جراوند انه ربنا مش يعني عارفه مش عايز كده يمسكني ويقطع كل حاجه في حياتي ويغيرني ويغير شخصيتي. لا، ربنا
actually ربنا هو اول واحد بيحترم بروسس النمو اكتر مني يعني. نينا شكرا قوي على وقتك النهارده، ميرسي انك جيتي أنا انبسطت. وقبلتي الانفيتيشن. طب حابه تقولي حاجه تاني قبل ما نختم؟ ممكن اقول ان احنا التغيير الحقيقي لازم لما اقرر ان انا عايزه اتغير اعمله دلوقتي. يعني عارفه فكره ان انا مثلا ايه، بكره هبدا في عيد ميلادي بكره في هبدا راس السنه. في راس السنه. طب لما مش عارفه ايه اللي يحصل، طب كأنه الوقت بيفضل يتسرق مننا، ونلاقي نفسنا انه عدى سنة، عدى سنتين، عدى 3 5 وانا لسه في نفس الوضع، وعايز اعمل حاجة وعارفة ان انا المفروض اعملها لكن مش بعملها. لكن اللي انا نفسي النهاردة اشجع الناس عليه كلها، وانا اول واحدة النهاردة حاسة ان انا محتاجة ابدأ ده، هو اني لما اقرر ان انا اتغير ابتدي دلوقتي. لانه عارفة المثل بتاع الزارع اللي هو فيه حاجات بزار بتقع على الأرض السريعة، ويجي إيه الحد يسرق، الشيطان يعني يجي يسرق الحاجة دي. فحاسة ان احنا محتاجين بس نتعلم انه لو انا عايزة اخد قرار في حياتي، لو انا عايز ابدأ حاجة جديدة ابتديها دلوقتي. ميرسي قوي يا ميرسي نينا. يا سيمو. ميرسي.